وقد ذكر الله عز وجل الباقيات الصالحات في موضعين من كتابه، فقال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا، وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذا يدلنا على أن هذه الباقيات الصالحات المراد بها هذه الكلمات الأربع أو الخمس: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا جاء تعدادها 5 في حديث أبي سعيد، وجاء في حديث غيره أنها 4. وعلى العموم فإن ذكر الأربع هو من باب ذكر بعض صور العام، من بعض صور العام، ليس من باب التخصيص والقصر عليها. وهذه الكلمات الخمس عموما الأربع التي ذكرها المصنف وقبلها لا إله إلا الله هي أفضل كلام يتكلم به العبد بعد القرآن. أفضل كلام تتكلم به هذه الباقيات الصالحات، فهي خير ثوابا أجرا عند الله، وخير أملا، يعني يعطيك الله عز وجل بها ما تأمل وإن لم تطلب. من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، كما في الحديث عند النسائي من حديث أبي سعيد. وهي خير مردا، أي في عاقبة أمرك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على خير لكما من خادم تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34. فالباقيات الصالحات خير مردا في الدنيا وخير مردا في الآخرة. لكن أحيانا تكون سبحان الله أفضل من لا إله إلا الله، مثل السجود والركوع، فإن السجود والركوع سبحان الله أفضل. الحمد لله تكون أفضل في قراءة الفاتحة، وتكون أفضل عند افتتاح الكلام، فتفتتح حديثك وخطبتك بحمد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله عند الاستعانة، مثل عندما تسمع حي على الصلاة الحوقلتين، عند سماعك لهما فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.